عزيزتي المستمعة، أهلا بكم وأهلا برمضان وأهلا بمشروبات رمضان. ضيفي هو الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. ومشروبات رمضان الجميلة، إزاي تكون صحية يا دكتور، وإزاي نعملها بطريقة فعلا تدينا نشاط وما تكونش ضارة بالنسبة لنا؟ مشروبات رمضان متنوعة جدا في الصيف، واحنا تعودنا يبقى عندنا بقى قمر الدين و الحاجات الجميلة جدا من العصاير والتمر واللبن والحاجات المتنوعة دي، لكن هنتكلم عن الصح منها. الصح منها أفضل حاجة أفطر عليها في رمضان التمور بالألبان. وبعد كده الماء طهور. والمية احنا حتى كلمة المية دي أصبحت بتاعنا عندنا كتير بالفلاتر، كل واحد عنده فلاتر ما اعرفش كم مرحلة. أيوة. المية مصدر الأملاح المعدنية يا جماعة. كل ما بتزيد دقة الفلاتر في تنقية المية من الأملاح المعدنية، للأسف المية بتفقد حاجة مهمة جدا فيها. أنا أشرب مية صحية فيها محتوى معتدل والجسم طالبها من الأملاح المعدنية. دي بالنسبة للمياه. أشرب كمية مية بصورة شرب طبيعية، لكن لازم العصاير فيها مية، الأكل فيه مية، ودي كلها بتوفر في المجمل كمية السوائل اللي الجسم محتاجها. المشروبات التانية لو قمر الدين أو أنا باكل بقى الحاجات اللي هي اللي اتعودنا عليها، التين المجفف والحاجات التانية ممكن تبقى بعد الوجبات، لكن عند الفطار مفيش أي مشروب يتاخد. الناس اللي اتعودت تشرب شوربة عند الفطار، شوربة يعني مية مختلط بها دهون عشان يلزم لها هضم وتحليل، عايزة 3 ساعات. أفضل غذاء بسرعة يصل للدم هو السكريات الأحادية اللي موجودة في البلح، كمية الألياف اللي هي بتبقى ملينة ومانعة للإمساك أو الإسهال اللي هي في التمور، كمية العناصر الغنية جدا جدا والأملاح المعدنية الموجودة في التمر. ودي كله بيخلينا نقول نبدأ يومنا أو نبدأ أفطارنا بالتمور. دي بالنسبة للتمر. هشرب بقى عصاير. تمر هندي، كركديه، خروب. أرجوكم نبعد عن العصاير المصنعة. أرجوكم. في عصاير سعرها بسيط جدا، لكن ألوانها صناعية، ريحة صناعية، الطعوم صناعية، بتتلف الكبد. بنطلع من رمضان شهر الروحانيات بالكبد بتاعنا تعبان، فيروس سي وإيه وبي وحاجات كتيرة جدا أساسها عصير يا جماعة. عصير طعمه حلو بس صناعي. الحاجة الأهم من كده إن أنا ممكن أعمل عصير طبيعي بس بضيف كمية سكر عالية ليه. يا جماعة لو تكرمتم العصاير، لو أنا هعملها يبقى عصاير فاكهة بيور بدون سكر، بدون سكر على الإطلاق. أنا بدل ما هاكل فراولة هعصر فراولة، بدل ما هاكل مشمش أو خوخ أعمل الكلام ده عصير أو أكلها كفاكهة، لأن السكر له آثار ضارة جدا جدا على الجسم. لكن لو كركديه أو تمر هندي لازم أحليه بالسكر. الكركديه والتمر هندي لو أنا في مشروب أنا تعودت عليه سلفا إن أنا متعود عليه في رمضان، لازم أشربه لتعودي عليه، لكن أقلل كمية السكر المضاف عليه قدر الإمكان. يا ريت. فعلا. وكمان دور ربة البيت ان هي تقوم بعمل مشروبات رمضان في البيت. بلاش نشتري التمر هندي والكركديه والحاجات دي من الشارع لانها ضارة جدا. لو حضرات لو السيدات الفضليات الامهات راحوا المستشفيات النهارده هيلاقوا عدد كبير جدا من الفشل الكلوي والكبدي، ولو دورنا وراهم هنلاقي اساسها الاكل الصناعي، المواد الكيماويه، المواد المحفوظه اللي ممكن تاثر على جسمنا وتزود نبضات قلبنا. واحنا النهارده يا جماعه صدقيني ربنا هيسالك عن ما تقدميه لاسرتك من اطعمه، وما تسترخصيش. افضل لي اشرب ميه، افطر ميه فقط بدون اي شيء لو انا ما عنديش ان انا اجيب حاجه طازجه تتعمل عصير بدون سكر. لو بتخافي على بشره حضرتك، السكر الزياده بيأثر على بشرتك، ما ادهاش نضاره. السكر الزياده بيغير مستوى السكر في الجسم وبيقلل قابليه كفاءه الانسولين للناس اللي عندهم سكر، والناس اللي بيعانوا من ان انا النهارده صحتي كويسه بكره عندي سكر من كميه السكر اللي موجوده في الاكل. نحافظ يا جماعه، نخلي شهر رمضان يبقى شهر عبادة، شهر صحة، ودايما نبقى مبسوطين وسعداء مع بعض إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. بخير يا فندم. شكرا دكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. أشكرك يا فندم.